يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى واغلى متابعين. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. نهاركم سعيد ان شاء الله. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. ما تنسوش تدعوا لابويا ولامي موتانا اجمعين يا رب العالمين. صباحكم زي اللبن الحليب، صباحكم ابيض زي قلوبكم. النهارده بقى يا حلوين الروتين بتاعنا روتين كله طاقه ايجابيه بكل نشاط ان شاء الله. مكملين تنظيفات الشتاء. فين الستات الشاطرة اللي بتصحى بدري؟ يلا يا حلوة، يلا يا أمورة، يلا اصحي بدري النهاردة شوية عشان تخلصي بدري بدري. كل ما هتصحي بدري هتخلصي بدري. احنا الستات الشاطرة الجدعة. النهارده يا حلوين هنعمل ايه؟ هنعمل غدا جميل، وكمان هنعمل النهارده هنضف ضلفه كبيره من المطبخ، وكمان هغسل الحاجات اللي فيها. بص بقى يا حبيبتي، عشان ما تتعبيش وكمان ما تعمليش مجهود، لو انتي وراكي النهارده مثلا غدا هياخد منك وقت او راحه مشوار او اليوم بتاعك مليان، تعملي كل يوم ضلفه. بالشكل ده عمرك ما هتتعبي وعمرك ما هتعملي مجهود، وكمان هتحسي بالراحه، وفي نفس الوقت هتحسي برضو ان انت عملتي انجاز من غير ما تحسي. لكن اليوم اللي هو فاضي مثلا او عندك غدا بايت من امبارح، تقدري تعملي بقى ايه؟ ضلفة واتنين وتلاتة، او تعملي اي حاجة تانية. هتحسي بالراحة كتير كتير، وهتحسي كمان ان انت عملت حاجة يعني ايه، هتبقي مبسوطة قوي. لان كمان يعني انت عندك غدا، فانت هتخلصي الشغل وكمان هتنامي شوية، هترتاحي شوية، يعني مش هتعملي اي حاجة في يومك غير بس التنظيفات اللي انت هتعمليها وترتاحي. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليهم. بالشكل ده يا حبيبتي هتكوني عملتي كل حاجة على دخول الشتاء، وكمان خلصتي كل حاجة من غير أي تعب ومجهود. يعني اليوم المليان عندك اعملي حاجة بسيطة أو اعملي حاجة واحدة، لكن اليوم الفاضي اللي مفيش فيه طبخ ومفيش فيه أي حاجة زودي فيه الشغل شوية، بس برضه على قد طاقتك ومجهودك. يعني ما تهلكيش نفسك عشان تقدري تقومي اليوم اللي بعده وتعملي اللي وراكي يا حبيبتي. أنا بقولك على كل حاجة أنا بطبقها عندي، والحاجات دي كلها والله يا جماعة أنا اتعلمتها من أم الله يرحمها، ومن حماتي الله يرحمها اللي هي أم التانية. فكل ده أنا اكتسبت خبرة من الناس الحلوة الكبيرة العاقلة اللي كانوا فعلا بيمشي يومهم صح، اللي كانوا فعلا بيصحوا بدري وبيخلصوا كل شغلهم بدري. يعني أم الله يرحمها كانت تقولي الشغلة البدرية منسية، كانت تقولي يا بنتي قومي بدري، خلصي اللي وراكي واعملي كل حاجة ونامي براحتك واعملي اللي انت عايزاه. ودي فعلا والله العظيم يا جماعة حقيقة. يعني لما كنت بصحى بدري كنت اخلص كل اللي ورايا، واليوم بتاعي فاضي بعمل فيه اللي انا عايزاه. كنت اخرج انا وولادي، كنت اخرج انا وابو ميدو نروح هناك شوية، كنت بقعد مثلا اعمل اي حاجة تانية. يعني حاسة ان اليوم بتاعي فاضي وبعمل فيه اللي انا عايزاه. يعني ما بصحاش متأخر واليوم بتاعي مكركب ومش عارفة اعمل ده ولا ده ولا ده، والولاد والبيت وما اعرفش ايه. لا والله يا جماعة، اصحي بدري. لو صحيتي بدري شوية هتخلصي اللي وراكي، وعندك بقية اليوم تعملي في اللي انت عايزاه، تنامي، تخرجي، تروحي لمامتك، تروحي لحماتك. يعني هتلاقي نفسك ما شاء الله نشيطة وعندك طاقة إيجابية. ربنا يديكوا الصحة والعافية يا رب، اللهم أمين. هنا يا جماعة عملت ليا يعني المشهد اللي عدى أو المقطع اللي عدى، عملت ليا كوبايتين نعناع، كوباية ليا طبعا وكوباية لمحمد، عشان يعني ايه نظبط كده الموضوع، عشان ايه ننظف المطبخ. طبعا يا جماعة انا منظفه معاكم سقف المطبخ وكمان فوق المطبخ، يعني ايه ومنضفاه زي الفل. النهارده هعمل الضلفه اللي في النص دي. نزلت كل الحاجات اللي فيها، اللي هو الصيني ده حطيته في الحوض عشان طبعا يتغسل، وبعد كده احطه على فوطه على الرخامه عشان ينشف من الميه. وجبت فوطه يعني بليتها ميه كده بس عصرتها جامد، وحطيت عليها شويه صابون سائل وشويه خل ومسحت الضلفه بيها، وبعد كده جبت فوطه ناشفه برضو ومسحت الضلفه بيها برضو. يعني ايه خليتها فل الفل. ده الصيني يا جماعه بتاع فرحي، ام الله يرحمها كانت جايبهولي في المطبخ، وكانت جايبالي صيني تاني في النيش. والله العظيم الصيني اللي في النيش يعني ما تلمس، ما حدش جه جنبه. لكن الصيني ده انا بستخدمه في المطبخ، وكمان اتكسر منه كتير واطباق وحاجات من دي. يعني باقي منه الحاجات دي، لان الحاجات دي كلها الفناجين والحاجات دي كلها انا مش بستخدمها غير لما الغزاله تكون رايقه وعايزه اشرب شاي في فنجان كده، او كمان قهوه في فنجان. يعني ايه لما تيجي الغزاله يعني كده يعني زي ما بيقولوا يعني ايه، الغزاله رايقه والكلام ده انت تغني ولا ايه يا مميدو؟ والله العظيم يا جماعه، والله والله كمان مره
كل الحاجات اللي في النيش دي ملها اي لازمه. الحاجات اللي في المطبخ اللي انت بتجيبيها هي دي اللي عليها استهلاك واستخدام، لكن التابوت اللي جوه النيش ده، كل الحاجات اللي في النيش دي والله ما لها ريحه اللازمه ومصاريفها على الفاضي. يعني طقم الصيني اللي في النيش انا ما استخدمتوش لحد النهارده، وطقم الكاكاو ولا طقم القهوه ما استخدمتوش لحد النهارده، وما اعرفش طقم ايه وطقم ايه وطقم ايه. والله المفروض يا جماعه النيش ده يتلغي اساسا، يعني ملهوش لازمه. يعني حقيقي اللي له لازمه الحاجات اللي في المطبخ اللي عليها استهلاك واستخدام، يعني الحلل اللي انت بتطبخي فيها، طقم الصين اللي انت بتحطي فيه الاكل، كل الحاجات دي هتستخدميها وهتعوزيها. انا سمعت يا جماعه ان الناس يعني او العرايس يعني ايه ما بقوش يجيبوا نيش او اتلغى، يعني ده اللي انا سمعته. هقولك بقى يا حبيبتي نصيحتي، يعني بما اني متجوزه بقالي سنين، الحاجات اللي كانت بتيجي في النيش بالالوفات ابقي زودي شويه بدلها او مكانها شويه فوط، شويه ملايات، دفايات، لحاف فايبر، الحاجات دي كلها يا جماعه، البطاطين، الحاجات دي كلها يا جماعه لها استهلاك جامد جدا، وبالذات الملايات. الملايات طبعا يعني لو اي لحوسه انت بتشيليها وبتغيري وبتحطي غيرها، بس برضو يا حبيبتي هاتي حاجات في المعقول وحاجات على قد ايديكي، وما تخنقيش مامتك ولا باباكي، وتمضي باباكي وتمضي مامتك يعني ايه، وتوديهم في حاجات يعني او تدخليهم في حاجات او في مشاكل هم في غنى عنها خالص. يا جماعه والله العظيم انا بسمع عن اسعار مطابخ ويعني والعرايس، يعني في بعض من البنات ما عندهمش رحمه، هم عايزين الحاجه وبس، لكن ما بيبصوش لاي حاجه تانية. هاتي الحاجه بس ما تقوريش، يعني هاتي حاجات في المعقول. يعني يا حبيبتي بدل ما تجيبي 5 6 اطقم هاتي طقمين، بدل ما تجيبي 50 فوطه هاتي 20، هاتي 15. يعني ايه، هاتي حاجات في المعقول، عشان برضو يا جماعة يعني ايه، ارحمي يعني ابوك وامك يا حبيبتي، لانك طبعا لما تتجوزي وبرضو مع الايام هتجيبي حاجات في شقتك، يعني بعد كده اي حاجة هتشوفيها هتعجبك هتجيبيها، هتجيبي رفايح في المطبخ، هتجيبي ملايات، هتجيبي فوط، هتجيبي اي حاجة هتعجبك. يعني طول ما انت عايشة وربنا مديك الصحة وطولة العمر هتجيبي. عشان كده ما تضغطيش على اهلك، لان في بعض من البنات طبعا مش كلهم عايزين كل حاجة وبس، يعني ما بيبصوش للمقدرة بتاعت اهاليهم، هم عايزين الحاجة عشان ايه، يتمنظروا بيها، عشان يقولوا بنت فلان جايبة حاجات قد كده. عايزة اقولك حاجة يا حبيبتي، هاتي على قد مقدرة اهلك، يعني ما تبصيش لحد، عشان اللي بيبص للناس هيفضل طول عمره تعبان في حياته. هاتي حاجات في المعقول وما تقفوريش، وهاتي حاجات يعني بسيطة وجميلة، وحاجات اللي عليها استخدام واللي انت هتعوزيها، ومع الايام طول ما انت عايشة هتجيب حاجات يعني كتير واللي انت عايزاه. يعني خلي في قلبك رحمة يا حبيبتي بالنسبة لأهلك، ربنا يوفق البنات كلهم يا رب ويفرحهم يا رب، اللهم امين. طبعا يا جماعة انتوا شفتوا معايا نضفت الضلفة اللي في النص، وكمان الضلفة اللي على الشمال، غسلت الحاجة اللي فيها كلها، وكمان غسلت المفارش ومسحت الضلع، وبعد كده يا حلوين رصيت كل حاجة مكانها. وتعالوا بقى نحضر الغدا. النهاردة هنعمل صينية بطاطس باللحمة المفرومة. عصقت اللحمة عادي خالص يا جماعة، أنا كنت عاملاها معاكم من فيديوهين 3. حطيت اللحمة في الصينية من غير أي دهون، لأن اللحمة ما شاء الله فيها كمية دهون، لحد ما تغير لونها. وبعد كده قطعت 3 بصلات كبار تقطيع صغير، وكمان طماطمايه وقرن فلفل وتوابل، شوية ملح وبابريكا وفلفل اسود وكزبرة وجنزبيل وتوم باودر، وقلبتهم مع بعض وسبتهم عشان يتبالوا مع بعض، يعني هديت عليهم النار. وقشرت كده حوالي 4 من البطاطس وسلقتها عادي، وحطيت فيها شوية ملح، وبعد كده هرستها وحطيت عليها شوية ملح وشوية فلفل اسود، وكمان 4 مثلثات جبنة، او جبنة كيري او جبنة كريمي، او يعني ايه لو مش عايزة تحطي جبنة خالص ما تحطيش، بس الجبنة بتطعمها. وحطيت كمان معلقة كبيرة من السمنة البلدي او السمنة العادية او شوية زيت اللي انت عايزاه، بس السمنة بتطعمها شوية. وبعد كده هرست ده كله في بعضه. تعالوا بقى اما نعمل البشاميل. انا طبعا عملت البشاميل معاكم كتير، بس انا جبت كيس البشاميل ده الجاهز. يعني كيس البشاميل ده يا جماعة بياخد لتر حليب، تمام. حطيته على الحليب بارد، عشان لو حطيته والحليب سخن طبعا هيكلكع. وقلبت على طول، وبعد كده دهنت الصينية سمنة اللي انا احط فيها البطاطس. تعالوا نرجع تاني للبشاميل. طبعا انت بتهدي النار، حطيت شوية ملح وشوية فلفل اسود، وقلبت البشاميل، يعني خليه يغلي غلوتين عشان يستوي كده، تمام. القوام بتاعه مظبوط جدا. تعالوا بقى يا جماعة هنا هحط كل البطاطس في الصينية. لو انت عايزة تعمليها رقين، تعملي رق بطاطس واللحمة في النص، وتحط رق التاني فوق الحشوة، لكن انا هعمل رق واحد كده. حطيت كل البطاطس، وبعد كده احط شوية بشاميل على البطاطس، وبعد كده احط اللحمة، واحط بقية البشاميل على اللحمة. يعني انا حباها كده،
انت وراحتك برضو. ما شاء الله صينية جميلة مشبعة جدا وكمان غنية، يعني غنية باللحمة وغنية بالبشاميل، يعني هتديكي طاقة. تقدري تعملي جنبها شوية رز بشعرية، شوية رز حباية وحباية، وشوية سلطة ومخلل. احنا عن نفسنا اكلناها بالعيش، اكلناها بالعيش وشوية سلطة وشوية مخلل، وتقدري تحطي شيبسي كمان. يعني ما شاء الله كانت طعمها جميل وخطير. هنا بقى حلوين حطيت كده كام كرنيب من البشاميل على البطاطس، وبعد كده حطيت اللحمة. ما شاء الله، يعني كل ما الحشوة تكون كتيرة كل ما البطاطس او الاكلة دي تكون جميلة كده. وما شاء الله ما شاء الله بألف هنا. الصينية دي يا جماعة والله قضتنا يومين، يعني ما شاء الله الحتة منها يعني مشبعة جدا كده وتحس بالشبع. ما شاء الله. عشان كده يعني انا بحب اريح دماغي من وقفة المطبخ، وكمان اعمل اكلة تقضيني يومين. يعني بدل ما تقفي في المطبخ كل يوم كل يوم كل يوم، وعلى ايه يعني؟ والله العظيم الاكل لما بيبات يا جماعة انا عن نفسي يعني بحس الاكل يعني بيحلو اكتر، يعني طعمه بيبقى لذيذ. معرفش بقى الناس اللي ما بتحبش الاكل البيت ليه بقى، مع ان الطعم بيبقى احلى يعني من اليوم اللي اتطبخ فيه. والله يعني سبحان الله. هنا بقى حلوين طبعا حطيت بقيه البشاميل كله كده على اللحمه. بصي اهو، يعني انا ما حطيتش راق يعني على الحشوه، لا حطيت بشاميل. لو انت حابه بقى تحطي راق بطاطس يعني زودي في البطاطس شويه. ما شاء الله. بعد كده شغلت الفرن من تحت والنار تكون عاليه، وحطيتها على الشبكه اللي في النص، وشويه هطلعها احط عليها شويه جبنه موتزاريلا، وبعد كده هدخلها تحت الشوايه يعني ايه تنقط كده الجبنه. لو انت مش حابه تحطي عليها جبنه موتزاريلا عادي ما فيش اي مشكله، حطيها تحت الشوايه بس ايه تحمر، هتكون زي الفل. لكن انا عندي ولادي يعني ما شاء الله بيحبوا الجبنه على البطاطس. اول ما طلعتها غطيتها شويه عشان تكون طريه. ما شاء الله عليها ريحتها يا جماعه والله العظيم في الجون. بألف هنا على قلبكم. سبتها تبرد شويه وتعالوا نقطعها عشان ان شاء الله هنتغدى. تعالوا كلوا معانا بقى. يعني غدا يفتح النفس بصراحه، اكلناها بالعيش وخضار ومخلل وشوية سلطة، يعني طعمها كان حكاية. ما شاء الله ما شاء الله. شايفين البشاميل اللي فيها كتير؟ أنا عن نفسي بحب البشاميل كتير وبزيادة، يعني بحبها كده إيه بتبظ وتلظ من كل يمة. ما شاء الله بتبقى طرية، لأنك أنت لو قللتي البشاميل الحاجة هتكون ناشفة. لا البشاميل هو اللي بيطر الأكل، وهو اللي بيطر أي طبخة فيها بشاميل. يعني ايه ما تبخليش، ويعني ايه وزودي البشاميل شويه، يعني هيفرق في الطعم معاكي. ما شاء الله. يعني من حلاوتها مش قادره امسك نفسي، قلت لا لازم ادوقها قدامكم عشان ايه تشوفوا الطراوه بتاعتها. وما شاء الله وجميله وطريه وزي السكر كده. الله اكبر عليها. يعني غدانا النهارده ما شاء الله، عملت غدا النهارده والبكره كمان، عشان بكره ان شاء الله لو عملت تنظيفات ولا حاجه يكون عندي اكل. ما شاء الله بألف هنا. اتغدينا والحمد لله، ولقيت عربية معدية بتبيع خضار، جبت ليمون وجبت بطاطس وجبت جوافة. جبت ليمون الكيلو الكيلو بكام؟ الكيلو ب10، الكيلو وربع ب10. ايه اللخبطة دي؟ بس انا جبت نص كيلو عشان عندي ليمون في التلاجة، وجبت كمان جوافة كيلو على 10 جنيه، وجبت بطاطس ال2 كيلو ب25، انا جبت ب50 جنيه. طبعا يا جماعة البطاطس مفيش غنى عنها خالص في البيت، يعني نفعانة في أي حاجة. بنعملها محمرة ومهروسة وفي الصلصة ومحشية ومقلية، يعني بصي على كل الأنواع والأشكال يا بطسطة. الحمد لله لولا هي علينا والله العظيم، يعني نفعانة في كل حاجة. بعد كده حلوين خلاص كنت خلصت وقعدت جوه ارتاح شوية، وكان محمد ابني وبنت عمه يعني بيلعبوا بالألعاب دي، لأنهم هما بيروحوا الدرس مع بعض وبيجوا مع بعض. فهي بتيجي تقعد معايا شوية لأنها يعني أنا بحبها أوي بصراحة، يعني بحب بنت سيلفي دي ما شاء الله عليها ربنا يحميها يا رب، وكمان بتحب تيجي تقعد معايا شوية. وده كان آخر الفيديو، أتمنى من كل قلبي يكون خفيف عليكي. اوعي تنسى اللايك والاشتراك. مع ألف ألف سلامة.